تخيل معايا بتبص في المراية ولقيت شعرة بيضة طالعة في شعرك. يا ترى ايه أول رد فعل هتعمل؟ إنه خلاص أنا كبرت والعمر عدى بيا؟ لا لا، ثانية واحدة، كفاية دراما. الموضوع مش كده بس، في كذا سبب تاني ممكن يكون هو ده اللي مخلي شعر أبيض يطلع في شعرك غير موضوع السن. زي ايه؟ أول حاجة ممكن يكون نتيجة وراثة، لأنه في بعض الجينات الوراثية هي اللي بتسبب ظهور الشعر الأبيض. أو ممكن يكون ستريس، ونتيجة آخر فترة إن أنت تعرضت لستريس بشكل معين أو ضغوط نفسية أو غيرها حاجات كتير. تالت حاجة ممكن يكون نقص فيتامين معين زي مثلا فيتامين بي 12. طيب عشان كده المفروض نعمل ايه؟ نهتم بأكلنا إنه يكون صحي وسليم، ويكون الأكل غني بفيتامينات مهمة زي فيتامين بي 12 وفيتامينات تانية كتير. يعني الأحسن إن أنا أخلي أكلي صحي وسليم، زي مثلا إن أنا أزود في أكلي أسماك وألبان. أهتم بالأكل إنه أنا أقلل الأكل الفاست فود أو الأكل اللي هو بيبقى مطبوخ بره، واهتم إن هو يكون أكل بيتي وصحي وسليم. كمان حاول تقلل الكافيين اللي أنت بتاخده على مدار اليوم، لأن ده بيساعدك إن أنت تنام نوم صحي، وبالتالي ده هيأثر على صحة بشرتك وشعرك كمان. أما بقى لو الشعرة البيضة اللي طلعت دي مضايقاك قوي، ففكر إن أنت تصبغها، واوعى ان انت تشدها، لانك لما تشدها ده هيسبب التهابات في المنطقة اللي انت شدتها فيها، فهيطلع شعر تاني لونه ابيض برضه. فحاول تتكيف معاها وكأنها جزء من حياتك عادي. انا جهاد ابراهيم، وحبيت اقول لكم